ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة على قناة ست البيت لولي. لو اول مرة بتتابعوني اهلا وسهلا بكم، ارجو منكم الاشتراك، دعم القناة، لايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم معايا كل جديد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده شوربة العدس. زي ما احنا عارفين شوربة العدس يعني شتاء، يبقى الدنيا بتمطر بره والجو مقلوب، بنقرر ان احنا نعمل شوربة عدس. طيب الخطوات ايه او ايه المكونات؟ هتجيبي نص كيلو عدس، هتنقيه كويس وبعدين تشطفيه في شويه ميه كم مره، تنقعيه شويه، عايزه تنقعيه مفيش مشكله، وبعدين هتصفيه كويس كده يبقى معاكي كده نضيف وزي الفل. تمام. هتجيبي بقى كام جزرايه، كام بطاطسايه، بصلتين، بصلايه براحتك، هتجيبي طماطمايه وشويه من التوم اهوت معايا. يلا نشوف احنا هنعمله مع بعض ازاي. على النار زي ما انت شايفه كده، هتجيبي معلقه سمنه، عايزه تحطي زيت مفيش مانع لكن ما تكتريش، زي ما انت شايفه اهو، بسرعه كده على وجاله عشان مش عايزه اطول عليكم. عايزه تضيفي شويه من الزيت مفيش مانع، نقطتين زيت كده بسرعه. طيب كام فص توم اهوت، مش لازم يكونوا مفرومين قوي لان انتي في الاخر هتضربي العدس كله بالهاند بلندر او هتضربيه في الخلاط، يعني الاله المتاحه معاكي عشان تفرميه اهو. زي ما انت شايفه كده، هجيب شويه من الماجي، معلقه كده من الماجي او معلقتين عشان معلقه صغيره. انا حطيت معلقتين لانه بيطعموا جدا. طبعا انتوا عارفين ان شوربه العدس مفيده جدا ومغذيه جدا جدا يا بنات. هي زي ما انت شايفه كده. هنزل بقى دلوقتي في الحاله دي بالعدس بتاعي. انا ما بحطش الميه وبعدين بسلقه فيها، لا انا بشوح الاول بيديني طعم احلى. الحاجه تشوحيها الاول تديكي طعم احلى. بسرعه كده اهوت بنشوح تشويحه خفيفه جدا جدا زي ما انت شايفه كده اهو. هنزل بقى معايا بكل الخضار بتاعي اهو، يلا بقى كله مع بعضه زي ما انت شايفه كده. يا بنات شوحته، هنزل بقى عليه بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد ما كل الخضار مع العدس اتشوح اهو، هزود ميه كمان. على ما الميه تتملى معايا اهو، احط بقى شويه البهارات بتاعتي، فلفل اسود، كزبره ناشفه، شويه شطه كده بصل، شويه كمون. بس كده العدس بتاعي كده خلاص. زودوا بقى الميه بتاعته. يبقى كده انا خلصت العدس بتاعي يا دوب على التسويه، وبعدين هنضربه مع بعض اوريكم. بس كده، ما تحاوليش ان انت تخففيه قوي وما تقليهوش قوي لان هو بيتقل اهو. حلو الملح بتاعه، ونراعي ان احنا حاطين ماجي، والماجي بيبقى فيها ملح يا جماعه. خلاص كده هسيبه بقى على النار لحد ما يستوي كله يبقى في بعضه كده مش باين، ونرجع نشوف هنعمل فيه ايه. العيش بتاع العدس انا بحط كده العيش بتاعي كده في القلايه اهوت. انا ممكن احمره في الفرن او احمصه
بس انا حابه ان انا ايه احطه في القلايه كده النهارده معاكم اهو. وما تحاوليش انك تشيلي القلايه من المقبض بتاعها او من الايد بتاعها، لانها مهما كانت جامده ممكن مع الوقت تلاقيها بدات تتلخلخ معاكي اهو كده، من غير زيت ومن غير اي حاجه خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما باجي اشغلها ببعدها شويه عن الحيطه اهو. شوف البرنامج بتاعها ماشي، انا هعمله على 200 تمام اهو. اما يخلص هوريلكم بقى مع العدس بتاعي كده خلص زي ما انتم شايفين اهو كده. انا سبته يهدى شويه تمام. هبدا بقى معاكم دلوقتي اضربه بعتذر عن الصوت يا جماعه. انا هخلصه وبعدين هرجع اوريهولكم تاني بعد ما اكون خلطته. طبعا انت لو مش عندك الهاند بلندر دي مفيش مشكله خالص، ضربيه في الخلاط العادي عادي جدا جدا هيديكي نفس النتيجه. بس خلصنا كده سوا العدس بتاعنا بعد ما حطينا له الشعريه. خد كام غلوه لحد ما الشعريه بتاعتنا بقت بالقوام ده كده زي ما انتم شايفين اهو. العدس مع الشعريه عامل القوام اللي هو التقيل شويه ده، احنا بنحب كده. انت عايزه تخففيه براحتك اهو شايفين. في الحاله دي دلوقتي انا هجيب كده طاسه صغيره، ودي حاجه يعني انا اللي بعملها، يعني مش كتير مننا بيعملها. نجيب طاسه صغيره قوي 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 كده على النار اهي، احط فيها حته سمنه اهوت كده زي ما شايفين مع بعض اهو. دي حركه كده لو انت يعني عايزه تعمليها مش عايزه براحتك اهو، لكن بتدي طعم جميل جدا جدا جدا. عايزه تحطيها على الشوربه دي ماشي، عاوزه تحطيها مع الفته ماشي. انا هوريكم دلوقتي انا هعملها ازاي اهو. وهبعد كده طاسه على النار، احط الثوم مع الطماطم ده اللي بوش كده اهو. ارجع تاني كده على النار واوطي عليها شويه، يعني اوطي النار عليها كده كده تاخد تشويحه زي تشويحه الملوخيه، طشه كده زي بتاعه الملوخيه اهو. اول ما ريحتها تطلع معايا هضيف لها شويه فلفل اسود وشويه كزبره، وبدا ريحه الثوم اهي تظهر، شويه كزبره كده على سن المعلقه، وبرده شويه فلفل اسود بصوت برده مش فلفل بس اهو. بس كده هبدا كده تاني اشوح شايفين اهو. انت مش عايزه تعملي التركايه دي براحتك، لكن هتغير لك خالص مفهومك عن العدس. لو في حد عندك مش بيحبه اهو هتدي له طعم جميل 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 اهو. جربي. مش عايزه تعملي الخطوه دي مفيش مشكله. انا دلوقتي العدس بتاعي اهوت هغرفه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين قوام يا جماعه اهو. في الاول على التقليه دي كده علشان ما تتحرقش مني اهو، على مهلك كده اهو. هو الطبق ده في حد ذاته كفيل ان هو يشبع يعني اهو. قوامه حلو جدا، عايزه تخففيه عايزه تقليه براحتك، بس هو يعني يبقى اتقل من كده مش هيبقى حلو اهو. هو ده كده اللي انا عايزاه زي ما انت شايفه كده. انا هضيف هنا شويه على الطبق ده اقدمه واوريلكم في النهايه. طبعا هنا عندنا العيش اللي انا كنت عملته في القلايه اهو خلص. هو خد بالظبط 4 دقايق، انا كنت ظابطه على حوالي 12 دقيقه، هو خد مني بالظبط 4 دقايق وكان بالمنظر ده كده مقرمش. اكسره بقى براحتي اهو، احطه في طبق. اهو يا جماعه كده زي ما شايفين اهو. طبعا ده الشوربه اللي مبقاش عليها الشعريه. هقربها اهو بس شايفين كل حاجه اهو كده. ما تغرفيش على طول، لازم كده تقلبي تقليبه او 2 عشان بيبقى كلكع منك شويه اهو. احلى شوربه عدس ممكن تعمليها واحلى طريقه ممكن تعمليها. جربي الطريقه دي هتعجبهم جدا، ولو في حد ما بيفضلش العدس هيحبه والله اهو. كده احط الحلل. هاجي برضو على الطشه بتاعتي دي احط برضو هنا منها شويه، تفرق جدا جدا في الطعم يا بنات. انت بقى كده نضف الطبق كده. ادي يا جماعه العدس اهو في شكله النهائي زي ما انتوا شايفين كده. العيش مقرمش مع الشوربه جميل، انا محبوش بايش اهو كده. وادي شوربه العدس بقى بالشعريه
حطيت كده عليها نص ليمونه، انت لو مش حابه براحتك. ارجو يكون الفيديو عجبكم يا جماعه واستفدتوا منه باي حاجه. ارجو منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل من ايديكم، مش هيخسركم اي حاجه. عايزين نفعل الفيديوهات شويه يا جماعه، ساعدوني. الف شكر ليكم، الف شكر على المتابعه. سلام عليكم.